واحد يقول لك من يقول انت تروح للحسين والحسين ينتظرك، ومن يقول زينب تدري، من يقول هم موجودين. خليني احكي لك فت قضيه صارت معي. من اريد امشي اكو رجل متبرع يجيب لي مبلغ من المال، يقول لي شيخ هذا توزعه في كذا مكان، او تشتري به 100 بطانيه 100 دوشك 100 مخده. المهم يوم من الايام انطاني مبلغ واعطاني ورقه هيجي ملفوفه بكيس نايلون، قال لي هاي عبايه المراه. قلت له شنو عبايه المراه؟ قال هاي عبايه فلوسها عبايه مال المراه. قلت له حجي انا اخو ما ظل اباوع على عب النسوان، صعبه علي يعني. قال لا هي تجيك انت ما لك علاقه، ذني تشتري بين كذا وهاي عبايه المراه. ما اعرف شنو اللي راح يصير. المهم انا ضميتها وطلعت، خلص هذا المبلغ الكبير ووزعته بالتساوي، ما زاد منه ولا دينار. يجي قلت لك كانما الله سبحانه وتعالى بارك. ونسيت هاي القضيه مال المراه، راحت من بالي. وقامت الدنيا هيك السماء تمطر مطر بسيط تدي للمغرب، وتوقفت الناس للصلاه تقريبا، واجت عجوز تمشي على عكازه لابسه هاي العبايه مال الرجال الكبار السن اللي يسمونها البشت او الخاتشيه مال العرب. خاتشيه الثقيله، لا الخفيفه الصيفيه يعني. اجت تمشي انا قاعد قلت ليش ما لابسه عبايه سوداء؟ مو هذا المطر راح ياذيك قالت يمه انا العبايه السوداء هاي من تمطر علي الدنيا تصير ثقيله على اشتافي ما اتحملها. شكيت الزينب قلت لها انا هاي ما اتحملها، فانا قمت البس من هاي العبايه السوداء مال الرجال الكبار، هم خفيفه علي وهم تمنع المطر. لا هاي شو تعبت؟ قالت هاي راح اذبها. قلت لها ليش؟ قالت مو زينب كل سنه تودي لي فلوس اشتري بيها عبايه. ايش قد بيشي العبايه؟ قالت السنه ب50. قلت لها لحظه حجي، مديت ايدي فتحت الكيس والكاغد لقيت ال50. قلت لها حجيه هاي دزت لي شاهد زينب. طبعا لا نعم الله ولا شربت شاي، اخذت العكاز وراحت وهي تحكي وش تقول؟ اي قالت لي زينب انا ما انساك كل سنه اودي لك فلوس تشتري العبايه. الله، هذا شو يعطيك من دليل يعني زينب معانا هاي العجوز بالفطره، هذا الرجل ايش عرفه انه راح تجي امراه تطلب يعني اشهد انك وشلون تسمع حدد صوتي وترد المبلغ؟ السلام.